بعد شغل العيد وفرهدت العيد وصرمحت العيد، تعال اقول لك ازاي بتغير رملة القهوة. نادر قوي لما تلاقي حد بيغير رملة القهوة، وده يدل على نظافة الصنايعي اللي قدامك. يعني لو اللي بيعمل لك القهوة ده نضيف، بص على الرملة بتاعته. بتكب الرملة السخنة القديمة كلها في جردل فيه مية، عشان لو في اي حيوان قطة او كلب ماشي في الشارع ما يدوس على الرملة السخنة. ذكر واتقال قبل كده في حديث ان في واحد شرب كلب دخل الجنة، وواحدة قبل كده ضربت قطة دخلت النار. اللي يعرف اي حاجة طبعا هيكتبها. هتمسك الرملة بتاعتك كده وتديها تلميعة حلوة. عايز اقول لك اللي العبد لله انضف رملة وانضف قهوة على اي برنامج. لو استغربت من الكلمتين اللي اتقالوا دولت، يبقى اكيد لغاية دلوقتي لسه ما عملتليش متابعة. هتنزل بالرملة الجديدة ولازم تصفيها كويس عشان بيبقى فيه زلط وازاز. الزلط والازاز الصغير ده ممكن مع السخونية ينطر في وشك او يجي في عينك. طبعا ما ينفعش تكون متابع ابو مكة ولغاية دلوقتي لسه ما تعرفش تعمل واحد القهوة. معلقتين البن بتاعك والسكر على حسب الرغبة، وتقليبه بره الرمالة وتقليبه جوه الرمالة. سواء في البيت او في اي حتة لازم تسوي القهوة بتاعتك على نار هادية وما تستعجلش عليها. ولو استعجلت عليها هيطلع واحد قهوة مش تمام. هتصفي رملتك في ميتك وتصب قهوتك. قهوتك ما ينفعش تبقى قهوتك الا من ايد ابو مكة. تصلي على النبي في الكومنتات.